العودة الطوعية إلى العراق دعوة وجهها السفير العراقي في لبنان علي بندري العامري للجالية العراقية خلال إفطار رمضاني أقامته السفارة بمناسبة الشهر الفضيل في فندق الموفنبيك في بيروت. وفي هذه المناسبة شدد العامري على أهمية تمتين العلاقات بين أبناء الجالية في لبنان ومد جسور التواصل والتعاون فيما بينهم، كما أثنى على تطور العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان. دعوناهم إلى العودة إلى العراق، العودة الطوعية هذه مهمة جدا. العراق اليوم عراق جديد، عراق مستقر، عراق آمن، عراق يريد أن يبني نفسه. فمن يبني العراق غير أبناء؟ نتمنى دائما أن يعودوا إلى بلدهم، يبنوا بلدهم، يساهموا في بنائه، ليس فقط البناء العمراني وإنما البناء الثقافي، الحضاري، السياسي، الرياضي، الفني، كل أنواع البناء. من بغداد إلى بيروت حضر عدد من الشخصيات العراقية للمشاركة بهذا الإفطار الرمضاني وخلق روح التلاقي والتعارف. يعني أضم صوتي إلى صوت سعادة السفير. طبعا نتمنى من جميع العراقيين رغم أنهم يقيمون في بلدهم الآخر، لبنان هو بلدنا الثاني وإخواننا كما تعلمين، يعني نتمنى العودة حتى نجعل من هذه العودة عنصر فعال يساهم في بناء العراق. واللافت حضور ديني مسيحي مميز تأكيدا على أواصر المحبة والتلاحم بين مختلف المذاهب. نحن اليوم في جو عربي إسلامي مسيحي، جو مهم بالنسبة لانتمائنا وانتسابنا وعملنا. نحن أمة عربية نعيش معا في كل مكان وفي كل زمان، أفراحنا مشتركة، مناسباتنا مشتركة، أحزاننا مشتركة، لنا مصير واحد وقلوبنا وعقولنا مرتبطة مع بعضها البعض. وعبر أبناء الجالية من جانبهم عن امتنانهم وسعادتهم بهذه المأدبة لما تمثله من التفاتة طيبة، كما قدموا الشكر لسعادة السفير على حسن الضيافة. مبادرة طيبة من السفارة العراقية والقائمين على هذه المأدبة لتذكيرنا بالأجواء العراقية اللي تتميز بالألفة وبالتوادد. حسسون أنه شوية بالاهتمام، أنه وكأنه جو عائلي راح يكون. نشوف الجالية العراقية، نتعرف على ناس احنا يمكن ما كنا نتعرف عليهم لو ما هذا الإفطار الرمضاني. إفطار السفارة هذا محطة سنوية تجمع الجالية العراقية في لبنان بغية الحفاظ على العادات والتقاليد الرمضانية. ورغم الأجواء المعطرة بالسعادة والمحبة تجلت رغبة الجالية بالعودة إلى بلدها. من بيروت، ليا ساسين، قناة السومرية.